واحد طلق مرته وصابها تهضر مع واحد عادي، هو نفسه قال لي انا والله غير عادي، قال لي كنا في عرس، لكن قالها شكون هذا؟ قالت له واش دخلك؟ كيف تقولي له واش دخلك؟ قولي له هذا واش يكون. سائلة تقول: هجرني زوجي منذ 4 سنوات لا يكلمني، ولكنني لمصلحة الأطفال نعيش في بيت واحد، لا حول ولا قوة إلا بالله. 4 سنين، 4 سنين عايش عند مرتك وعايش معاها ولا تكلمها ولا تكلمها، يعني راك قابل منها تغسل لك حوايجك، وقابل منها تطيب لك طيابك، فطورك، عشاك، قهوتك، تفرش لك فراشك، هذه كاع راك قابلها، إلا أن تكلمها 4 سنين. واش من القلب عندك؟ جاز عليك العيد الصغير رحت هنيت كاع الناس، إلا الزوجة تاعك. جاز العيد الكبير هنيت كاع الناس، إلا الزوجة تاعك. يعني هذا باش تشد العداوة 4 سنين مع إنسان عايش معك يخدمك في نفس البيت، يعني هذا قلب لا خليني، حسبنا الله ونعم الوكيل. تقول: هجرني زوجي منذ 4 سنوات لا يكلمني، ولكنني لمصلحة الأطفال نعيش في بيت واحد وتحت سقف واحد، ولكنه لا يكلمني ويعاملني كامرأة أجنبية في بيته، فهل يعتبر هجره لي طلاقا؟ لا، هذا ليس طلاق. الطلاق إذا تلفظ الرجل بالطلاق أو حكمت المحكمة بالطلاق، ما راكيش مطلقة. إذا حكمت المحكمة القاضي بالطلاق وقع الطلاق، إذا تلفظ الرجل بالطلاق وقع الطلاق. أما راهو ساكت، لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول. واحد الراجل ما يهدرش مع مرته، ما يهدرش معها كاع، يهدر لها غير بالورق، يكتب لها. واحد النهار حط لها ورقة مكتوبة: غدوة عندي اجتماع مهم لازم تنوضيني على 6 تاع الصباح. ورقة هكذا قراتها، دات عينه، رقد يا ونضع على 11 10 ولا 11 ولا المهم راح الحال، خلاص نضع على 11 صاب ورقة مكتوبة. واش مكتوب فيها؟ يا راجل نوض اي 6. شفت، هو ما قبلهاش، هو ما قبلش هذه، هي تاني جاوباته بالورقة، جاوباته بالورقة، كتبت له يا راجل نوض راي 6. شفت كيف راك عايش مع امرأة، سبحان الله. وربي قال: وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. بالمعروف يعني جات حاجة تغضب، كاين حاجة تغضب، خلاص اغضب هذيك دقيقة واحد، ما قال لك ما تغضبش، كاين حاجة تغضب اغضب، ولكن من بعد خلاص. واذا هذه الحاجة اللي تغضب لابد لها من الطلاق، طلق. ما كاش هذيك تاع راني صابر على جال دراري، هي راهي تخون فيه وراهي في الحرام وفي الكبائر، وهو زعما اني على جال دراري. لا، واحد الراجل طلق مرته، طلقها وعاود الزواج. جات هذيك المرأة تشتكي لي، جات عندي شكات لي، رحت ليه قلت له: يا رجل لا طلقت هذه المرأة، وكيف هي ما حكاتيش الأسباب، على حسبها ما على بالهاش. قال لي: طلقتها على جال كلمة رويجل هكذا. قال لي: دائما نقولها يا مرأة ما تقولي ليش رويجل قدام بابا ويما وخواتاتي. قال لي: هي لا أو جا رويجل أو راح رويجل وين راه رويجل، رويجل راني طيبت له. قال لي: عييت معاها. قال لها: ما تعيطي ليش رويجل، شت تهين وتطيح به، تصغر به، ترد لا شيء. قال لها: نقول عيطي لي راجل سميني باسمي. هي لا رويجل، طلقها وعاود الزواج. شفتوا كيف كاين حاجات ماشي تتعلق بالشرف ولا لا، ولكن تتعلق بالمعاملة الحسنة، بالأخلاق الحسنة. أنا استفتاني إنسان ما تجيش في راسكم،
كل يوم صباحا، وهو شخصية محترمة مهمة، مرته ترفد الكوستيم نتاعو، كوستيم ترفدو ترميه له في الأرض تقول له البس. علاه؟ مرة زوج ثلاثة ينوض يصيب حوايجه مرميين في الأرض تقول له البس، يعني يصيب روحه مضطر وهو عنده مواعيد لابد يكون فيها، عنده اجتماعات، عنده مكانة، لازم يصيب روحه يرفد من الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله. فطلقها، طلقها. واحد استفتاني كيف مرته دايره دونتي هذيك السنان الاصطناعيين دونتي، قال لي نجي من الخدمه يصيبها حطتهم في طبسي فوق الطابله، حطها فمها وفمها شغل عجوزه تكمش فمها، هو غير يشوف اسنانها فمها في طبسي تاع العشاء محطوط فوق الطابله، ينغلق ما يقدرش ياكل، قال لي ما نقدر لا ناكل لا نتعشى لا حتى حاجه. حسبنا الله ونعم الوكيل. كاين اشياء تؤدي الى الطلاق، يعني تستطيع المراه ان تتفاداها، اما لا انت تفاديها علاش تروحي ديريها؟ علاش عندك هذيك عقليه ما فيها والو؟ واحد طلق مرته وصابها تهضر مع واحد عادي، هو نفسه قال لي انا والله غير عادي، قال لي كنا في عرس، لكن قالها شكون هذا؟ قالت له واش دخلك؟ كيف تقولي له واش دخلك؟ قولي له هذا واش يكون. حسبنا الله ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.